تونس عاشت فترة اضطراب 3 اشهر من 17/10/2010 الى ابري 17/3/2011. وحتى ما وقعتش ثوره بالمعنى معناها الكلاسيكي انه النظام القديم كله انزاح وجات ناس جدد اللي قامت بالثوره. كانت استمراريه الدوله، وهذاك اللي خلى التجمع كمل. وهو شد الغنوشي قعد هو وزيرول والوزراء نتاعو قعدت هي وجاب لنا التكنوقراط من فرنسا منهم سيدي ياسين ابراهيم. هكا ولا هو الفتره هذيك حق الحق سي الباجي خان سبسر وما كي يحكي على القوى القاهره في بين الفتره هذيك ثم حرب عروشيه نتاع اولاد المساتريه في جابس عمرها ما كانت قوى قاهره. الحاجه الثانيه، هذا انسان يعطي من لا يملك لمن لا يستحق. هذا السياسيين ابراهيم هذوما الناس جاوا من حزب فرنسا وانا نتحمل مسؤوليه لا دون تجريح. لا مش تجريح، هذا واقع. انا ما سبيتوش، انا قلت حاجه واقع. يا اخي يدك يقول لك لا باش يستكع على سبيتك، ما سبيتكش. هذا انسان جابوه تكنوقراط عدى ستاج عندنا في وزاره باش يقولوا عنده خبره الوزاره، باش غدوه كي يجيو يعملوا لك حكومه جديده يقولوا لازم يكون خدم الدوله. يعني كيما عملوا لنا الوزاره هذه جديده كيف نفس التكنيك. معناها العباد يضحكوا على الذقوق. اللي نحب نوصل له انا يجي يقول لك خلصت 2009 وما تخلصش 2010. يا اخي 2010 وقتاش وقعت الثوره؟ لا سامحني، نهار 17 12 لا شنو ليه؟ المقترح سامحني هو يخلصهم في 2009، لكن سامحني 2010 2011 2012 و2013 يخلصوهم في 2016. وعليه انت كليتوا 2010. انت 2010 راهي الثوره صارت في 17/12 صح يا اخي. انت على 11 شهر ونص كليتهم، تعاقبني على 13 يوم. ما معناها حتى اللوجيك ما تجيش. هذه من ناحيه. الناحيه الثانيه، اذا كان جا الكلام بالمنطق هذا، كيفاش نهار 1 جان في 2015 يلزمنا تخرج الخطوط الارضيه؟ هو ما عطاوش الديلي والفورس ماجور. ابدا حلال عليكم حرام علينا. وهذا في رزقي، معناها تجيني في رزقي انا نتاعي وتقلعني وتاخذ لي الاكتيفيتي نتاعي وتدخل مداخيل نتاعي وتاخذ لي عمل الشعب نتاعي، وفي الاخر ما يسالش. هذا راهو الديمونتيلمون نتاع المؤسسات الوطنيه رانا نعيشوا فيه احنا على جميع المستويات. داروا بالستيل مع البياحي ودقدقون المجازان جينيرال، وداروا بالمناجم اشتراها سكروها، وبالغذاء كل الخوص. وتوا الازهر السمعلي ربي يطول في عمره ويفضله، تو يجي يضيف لنا شيء كبير. ما زالت برامج وجاي سي الازهر كمان تو يجي سي الازهر. من بعدها جاو للشركه هذه الطيران المفخره نتاع البلاد وخلقوا لها شركات ساعه من هنا من تونس، هذا نوفالير وزيدهم معناها كارتاغو، وبداوا يمصوا بالطرف. في الاخر جاء سياسيين ابراهيم خاطر قرا معاه سي وخينا عملوا سيفاكس، فهمتني؟ فرد كلاس راهو هذاك علاش معاهم الهاروني بيتو ولد كلاسهم، فهمتني؟ عملوا هالسيفاكس هذيا. وحتى الليني اللي جينا باش نخدموا عليها في كندا جاو ديريكتومون وحبوا ياخذوا الليني هذيك افيك اون سول ليني، وهي مش رونتابل. ما تنجم تكون ان فول رونتابل بيكون 3 مرات في الاسبوع، لانه انت كي باش تهز انيكيباج تخليه جمعه كامله قاعد لغادي يولي خسائر كبيره، وثم عباد تحب تمشي تقضي قضيه في نهارين وترجع، تجبرها انت باش تقعد اسبوع تولي هي ترجع على باريس ودرا شنو، يعني تولي مش ليني رونتابل. الليني باش تكون رونتابل لازم تمشي 3 مرات في الاسبوع. هذه من ناحيه. احنا نشوفوا هل التكنوقراط هذوما اللي جايبينهم لنا كل القرارات نتاعهم كلها ضد المصلحه الوطنيه. يا اخويا احنا ما عشناش بالتكنوقراط، احنا نحبوا وطنيين. احنا نحبوا وطنيين. احنا التكنوقراط هذايا اللي اشك فوا ياخذوا معناها حلول سطحيه وحلول معناها ناس مستانسين بالامبونيتي، يعمل ايش يحب ولن يحاسب ولن يراقب ولن يسائل. هالعاده السيئه هذه يلزمها تتنحى. بالله